دايما بنصح اي حد بيشتري شقة جديدة ان هو يشتريها على الطوب الاحمر مش على المحارة، لان غالبا الشقق اللي بتتباع على المحارة بيكون فيها مشاكل كتيرة في المحارة. زي الشقة اللي قدامكم في الفيديو ده، الشقة دي لما جينا نستلمها علشان نشطبها لقينا فيها مشاكل كتيرة جدا في المحارة، وللأسف اضطرينا ان احنا ننزل المحارة كلها ونمحرها من اول وجديد. ابرز مشكلة قابلتنا هي تطبيل المحارة. المقصود بتطبيل المحارة ان احنا لما بنخبط على المحارة بنسمع صوت طبلة، وده معناه ان المحارة فاصلة عن الطبقة اللي وراها سواء كانت خرسانة او طوب. مشكلة تطبيل المحارة ان هو بيعمل لي شروخ كتيرة جدا في المحارة، ممكن في اي وقت المحارة دي تقع، وخصوصا لو جينا نخرم فيها لتثبيت اي حاجة. طبعا علاج المشكلة دي ان احنا بنشيل المحارة كلها بالكامل، وبعد كده نغسل الحوايط كويس جدا بالمية، بعد كده نطرطشها طرطشة محببة، وبعدين نمحرها عادي جدا زي كل خطوات المحارة العادية. طيب ايه اللي بيخلي اصلا يحصل تطبيل في المحارة؟ في اسباب كتيرة جدا، من اهمها عدم تنظيف الحوايط كويس جدا قبل الطرطشة، او ان احنا اصلا ما عملناش طرطشة، او عملنا طرطشة مسيلة او طرطشة ضعيفة، او ان احنا استخدمنا اسمنت جودته قليلة جدا في المحارة، او استخدمنا رمل غير صالح للمحارة وليكن فيه طفلة، او ان نسب الرمل كبيرة ونسب الاسمنت قليلة، او عدم معالجة المحارة، او عدم رش المحارة لمدة 3 ايام، وعدم رش الطرطشة لمدة 3 ايام. دي من ضمن اهم الاسباب اللي ممكن تعمل لنا تطبيل في المحارة.